مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا نأخذ محشية ورق عنب. يا لهوي! أكيد المدرسة يا لهوي! يا نهار أبيض، الساعة 8. يلا بقى يلا، اللي ارتدي هاخد بقى الكتاب، هروح كده مش هرتدي الطقم تبع المدرسة. هاخد ده. ده أنا أخده يا الله هتأخر تمام. يلا 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 يلا. واخيرا وصلت. نزار، ممكن سؤال؟ هو ممكن تعطيني عربية بابا حتى اروح للمدرسة، لانه انا بقى اتأخرت قوي. يلا بقى اعطيني مفاتيح السيارة بسرعة. مفاتيح سيارة ايه يا رودينا؟ انت بتتكلمي عن ايه؟ يلا اركبي في التاكسي. بعدين ليه السيارة تبع بابا؟ بدك انك تكسريه ولا ايه؟ ولا تركبي صحابك الفزعانين؟ اكيد مش عارضة، يعني بتركبي سبا او نبأ. لا 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 لا، بتكبري الموضوع، بتكبري المواضيع طبعا. وهعطيك المفاتيح. يلا روحي للتاكسي. يلا يا حضرتك يلا يلا. ما تجننيش نزار، هو ده الموضوع، ما فيش هزار زي ما انت تشوف حضرتك. انا عندي دوام ومتاخره، وحضرتك بتصرخ ليه؟ كلني انا. يلا كلني. اوف يا على هيك ناس، اصلا انا رايحه وماليش دعوه فيك، ولما يجي بابا بتشوف. اوف يا والله ما توقعتش خالص انه كده بيكذب عليا. قال كده وكده هتكسريها وكده وما ادري ايش. الله لا على الجمدان، صار اصلا هو جدعان من دلوقتي. اوف يا مش عارف حاله. طيب هيخليني اركب في التاكسي ليه؟ يا الله، والباص راح كله، ماليش دعوه. الله لا يوافقك يا نزار، الله لا يوافقك. كده نهايتي، يعني يستنى في الباص وماليش دعوه. مش هيجي الباص خلاص، الدراسه راحت بسببك يا نزار. الله لا يوافقك. ان شاء الله السياره بتتكسر عليك، وطبعا بابا هيضربك بالشبشب. وبتشوف يا نزار انا مين، وبعدين بتشوف المقالب تبعي ازاي بتعملها. تشوف كويس مين رودين. بجد مش قادرة خلاص، انا عاوزة انام يا ضهري. اوكي انا هروح. الله لا يوافقك يا نزار، الله لا يوافقك. انا هروح. يا لهوي بعتوا وسعوا النهارده عيد ميلادي، بس مفيش حد متذكرني. خلاص مفيش حد متذكرني. انا هروح على الاسم ليك هنا. يا لهوي. طيب عدلي يا ستي، انا هدخل الفصل. بجد انا عسانة اوي، مش قادرة، عاوزة انام، وبرضه جوعانة اوي. الهوي اللي بتقوله الاستاذة، اللي بتقوله عندنا 10 أس ناقص 1 في 10 أس ناقص 5 كم يساوي؟ ركزوا بقى. رودينا ركزي بقى، حضرتك مش هتركزي وبعدين تاخدي العلامة؟ علامة ايه يا رودينا؟ والله يخص عليك يا رودينا، جايتني في وقت متأخر، نايمة. اصحي ركزي بقى في الدرس، ركزي. وانتوا كمان ركزوا، مش بس رودينا، الملاحظة للكل. على فكرة يا مس، هي دايما كده، دايما بتنام وبتجوع. عليك ناس. بجد محزنة قوي، شكلها ما نامتش النهارده، ولا ما جاباش اخوها نزار، تركت السيارة في الباب. الله ما تجيش بالسيارة، يا لهوي مسكينة، خلاص يا خرابي على مسكينة. اوف يا منك يا مروان، دايما بتضحك على حاجة تافهة. ايه وانت اسم الله جايب الشعر الازرق وكل يوم لون وناسي حالك ولا ايه؟ هفكرك دلوقتي. ولا اقول سرك؟ خلاص انا طالعة من ده الصف الوسخ والركم ده، مفيش حد بيتذكرني في عيد ميلادي ولا اي حاجة. خليكم بتضحكوا، هكتبها غياب. المهم خلونا بقى نركز في درسنا، وهي تصطفل. خليها بقى تطلع ولا بتموت ولا. المهم خلونا عندنا زي ما قلنا المعادلة بتاعتنا اكس مجهول في يعني بس طول العبارة، يعني هي 5 اكس زائد 4 زائد 3 ناقص قوس 5 في 4 اكس
فيلا بسيطوها لي في كراسي المحاولات. ميس عاوز اطلع، ممكن اطلع؟ عاوز اروح للحمام. تفضل يا مروان، تقدر تطلع، يلا تفضل بس ما تطولش تاني. وانا اصلا ما كنتش عارف انها هتزعل، انا ما كنتش اصلا انه ناوي ازعلها كل ده. رح روح شوفها، يلا يا ربي الاقيها لاني كده احسن. يلا يا ربي الاقيها. مش فاكر اصلا اني هلاقيها بس اهو ليكها. رودينا، هو فيني اقعد جنبك شوية نتكلم عن مواضيع وكده؟ بجد انا ما كنتش قصدي ولا ما نويتش حاجة، والله انا كنت بس امزح معك وانتي تحملتي الموضوع بجدية. بجد اسف يعني يا رودينا، مش عارف خالص بس اسف يعني. ممكن تتقبلي الاعتذار بتاعتي؟ لا 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 ما تهزرش يا مروان، انت بجد زعلتني ازاي بقى تقولي وكده وبعدين ضحكت عليا الاسم كله. المعلمة كانت تشوف هي بنظرة غريبة تجاهك، يعني ازاي بقى تتكلم معاك كده؟ لا مش هسامحك طبعا، حتى ونحنا في رمضان ما تتكلمش معايا تاني. يلا انجلع روح من هنا، مش عاوزة اشوف وشك خالص. رودينا والله اسف، ما كنتش عارف انك كده هتزعلي، وانا ما كنتش ناوي اصلا اني زعلك ولا زعلك والله وحياة الله. بجد سامحيني يا رودينا، بجد مش هنام النهارده بسبب انا هزعلك انتي وردة يعني، زي بقى اذبلك وارجعك مزبالة يعني. لا مش عاوز. ممكن تسامحيني رودينا، والله مش هعمل حاجة، والله سامحيني للمرة الأخيرة دي. طيب بس للمرة الأخيرة يا مروان، بقى ساعتها ماشي اوكي. يلا اقعد معايا شوية حتى نضحك وكده ونفرفش، يلا. بجد مش عارف ازاي اشكرك يا رودينا. شكرا يا رودينا وشكرا بجد. ونضحك كده على شو طبختوا السحور. تخيلي ان احنا ماما ضربتنا بالشبشب، قالتنا ممنوع السحور النهارده لو ما تطبخوش. لاختي، بتعرفي اختي اسمها رهف، ورهف دي بتجنني خالص، بتجنني، عاوز اضربها. هي اصلا مش بتدرس هنا ولا حاجة، بس هي بتدرس في الجامعة، يعني هي اكبر مني. وانتي؟ مش عارفة ليه احكي لك، بس بالنسبة لعيلتي عائلة مضحكة جدا، بتحب الرفاهية وبتحب المشاكل كلها. انا عندي اخ ده هيجنني خالص، مش مستحملته، اسمه نزار، انت بتعرفه يعني. قلت له النهارده انه بقى يوصلني للمدرسة ويعطيني السيارة، قال لي لا ركبها في التاكسي، يعني حد يعمل كده؟ وعندي اختي اللي اصغر مني هي رفيدة دي بتعمل مشاكل، تفطر في رمضان، تخيل يعني كده المكان بوظ بسبب فطار هذا. وماما غريبة بتعمل لنا سحور بالبيض، بس هو البيض يعني حلو وكل حاجة حلوة، بس يعني قالت لنا وماما بتعمل مشاكل كتير معانا، وبقت قالنا ليه ما بتطبخوا، ليه ما بتعملوا. صح يعني عندها الحق في كل حاجة عملتها، بس أنا عندي دراسة، يعني مش عارفة أوفق بين الدراسة ولا المطبخ ولا ساعد ماما، مش عارفة خالص والله مش عارفة، ومحتارة كمان ياي مش عارفة خالص. وعندنا بابا هو الأب الكريم الحنون اللي بيشتغل وبيجي دائما بيسعدنا ويفرحنا، ونحن عيلة غريبة، فانصحك دائما وأبدا إنك ما تجيش لعائلة رودينا ورفيدة لأنك هتجنن خالص. الله القصة كلها تحفة، عائلتك تحفة وأحسها أحلى مني كمان. وأنا عائلتي يعني أحيانا بتعمل مشاكل، أنا ورهف يعني أختي الوحيدة وماما وبابا مش هنسيب رهف حالها دايما، يعني دايما نخطط على رهف، ورهف حساسة فتصير تبكي على أي حاجة. والله بتصير تبكي على أي حاجة، يعني كده بتلمسيها بتبكي. مش زينا والله، مش بتصبروا خالص على الحاجة. وكمان حاجات كتير قوي مش بتعرفيها عني على فكرة، يعني كده. الله رهف حساسة جدا يا لهوي، يعني بتلمسها كده بتبكي وتعيط. لا بجد عيلتك كمان حلوة، يعني الاتنين حلوة بنتفق. اوكي
مروان يلا باي، اشوفك بعدين. انا رايحه اتكلم مع سبق وريهام على حاجه مهمه قوي، لانه النهارده يوم بالنسبه لي يوم احلى يوم في حياتي، بس هم مش متذكرينه يا خساره، فانا هروح واشوفهم. يلا سلام، اشوفك مروان بعدين، يلا باي. هلو رودينا، حضرتك ليه طلعت من الصف فجاه؟ وبعدين ديك الحاجه اصلا ما كانش تضحك، بس مروان كان بده يزعجك بقى. ليه طلعتي والنهارده ليه قلتي لي احلى يوم وكده؟ هو يوم بس مدرسي وكده رمضاني، يومي ايه مش عارفه. انا اصلا كنت منرفزه ومروان زاد عليا فاتنرفزت وطلعت من الصف حضرتك، وبعدين ده احلى يوم في حياتي زي ما بتعرفيش. يا خساره عليكم بجد، يا خساره ما بتتذكروش حتى النهارده ايه. طيب انا رايحه ومش هرجع للمدرسه تاني، خلاص يعني خلصنا الدراسه ومش هرجع. سلام. رودينا استني انا جايه اهو، استني بقى، مفروض ما تطلعيش، استني. تعالي يا رودينا، استني ما تروحيش. شو صار؟ خير شوفي، لازم اطلع، الاذان قرب، يعني هيأذن دلوقتي، لازم اروح ساعد ماما. يلا سلام، اشوفك بعدين. وبعدين لازم اطلع ليه، شوفي شو صاير، يلا خبريني دلوقتي لانه ما عنديش وقت خالص. اكيد ما تطلعيش، لانه لازم بقى تساعديني في الدرس يعني كده صغنن تشرحي لي عليه، هو في الفيزياء، بس لو سمحتي تساعديني كده، وبعد ما تساعديني روحي على طول، هو اصلا في 5 دقايق وبس. يلا بينا، يلا تعالي بقى للصف بسرعه. اوكي بس يا ربي ما نطول لانه ماما كده هتصرخ عليا. يلا بينا بسرعه. يا سبق قلتلك الوقت اتأخر كتير والمدرسة اتغلقت، اللي نعمله من فضلك يا الله حد يسمعنا. يلا بقى، انتي اللي بتعملي هنا، ماما كده هتبوظني في وشي، خلاص مش قادرة، الأذان هيقرب وانا ما رحتش ساعد ماما. لازم اروح، لازم الاقي حل. ده انا هتصل في الاسعاف ولا اتصل في ماما ولا بابا؟ اوكي انا رايحة. اوكي انا هروح. لا ما تروحيش، الموضوع مش هيلزم، هتقعدي هنا طبعا، بس استني، هو نلعب لعبة غميضة وغميضة الهاتف مثلا، يعني انت بتلاقي الهاتف وتحطي هاي اللي على وشك، وبعدين نلاقي الهاتف، وبعد ما نلاقيه بنتصل مباشرة في امك وبابوكي. الله يخليكي، غميضة ايه، الوقت اتأخر وماما كده هتبوظلي في وشي، المدرسة اتغلقت وانت تقولي لي غميضة ايه، الله يخليك. هو من فضلك هدي، يلا حطي هدي على وشك، وبعدين هلاقي الهاتف وبعدين نادي لماماك وباباك. يلا بسرعة. تاخديني فين؟ هتاخديني يا سبق؟ بجد ماما هتزعق لي. فين هتاخديني؟ هنا؟ طيب وقفي هنا بالضبط، هنا. افتحي عيونك، انا قلت لك افتحي عيونك. اوكي، هو اللي انت عاوزاه. اوكي هشيل. ايه ده كله؟ يا نهاري، يا لهوي، مبروك كل عام وانت سنة طيبة. بجد شكرا على اي حاجة، هو انا افتكرت انكم نسيتوا عيد ميلادي، وثانك يو على كل اللي ساعدني وكل اللي فرحني النهارده. الله يسعدكم كما اسعدتموني، وشكرا والله ما كنتش متوقعة خالص على المكان وعلى كل حاجة يعني، والتصميم والإبداع. ثانك يو. عقبال ل100 سنة انتوا كمان، وإن شاء الله دايما نكون صحاب مقربين. دي قصة حب على شاطئ الهوى، أجمل حكاية قلب أفضلها احنا سوا، فيها اللي اتمنيت وياك، حسيت أجمل إحساس أحلى